بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي طلاب تانية بكالوريا مسار الهندسة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. أهلا بيك يا قلبي في المحاضرة الرابعة الجزء الأول من الكورس التأسيسي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. يعني إيه المحاضرة الرابعة؟ يعني المفروض حضرتك تكون شفت أول 3 محاضرات. أول 3 محاضرات نازلين على قناة اليوتيوب عادي جدا ونازلين على المنصة بتاعتنا. طب المحاضرة الرابعة الجزء الأول متاح على قناة اليوتيوب ومتاح على المنصة، لكن الجزء الثاني متاح على المنصة فقط. ليه؟ علشان حضرتك تدخل تسجل على المنصة بتاعتنا وفي نفس الوقت تمتحن الكويزات اللي على المحاضرات وتقيس مستواك وانا كمان اعرف مستواك، وحاجة كمان تخش في مسابقة اللابتوب اللي احنا عاملينها. لو انت مش عارف فانا اخوك المهندس كمال المراكبي، وده الكورس التاسيسي لماده البرمجه والذكاء الاصطناعي، وبعد ما بنخلصه هنعمل امتحان شامل واللي هيطلع الاول هيكسب لابتوب هديه. حلو. طيب لو انت بقى مش متابعنا لازم تبقى متابعنا على الفيسبوك ومتابعنا على الانستجرام ومتابعنا على التيك توك وعامل اشتراك على قناه اليوتيوب ومسجل على المنصه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليك ونخش في موضوعنا على طول. هذه المحاضره خاصه بطلاب العربي. طيب النهارده نتكلم على ايه؟ صلى على النبي. النهارده عندنا درسين مهمين قوي، وهم دول اللي هيقيسوا سرعه الطالب في الامتحان الشامل. يعني ايه هندسه؟ هو الكلام ده مهم نذاكره؟ هو مهم. ما هو كان عندك في سنه اولى، يعني الكلام ده كان عندك في سنه اولى، فانت مهم يبقى تبقى عارفه، تبقى داخل المنهج بتاع البرمجه الجديد وانت عارفه. طيب ليه؟ عشان هيبقى في دروس معتمده على الكلام ده. طيب ماشي هندسه. ايه بقى الدرسين دول؟ اول درس اسمه العمليات في النظام الثنائي، وهنا بناخد الجمع في النظام الثنائي وبناخد الطرح في النظام الثنائي. حلو قوي. طيب النظام السادس عشر بناخد اول حاجه التحويل من السادس عشر الى الثنائي والتحويل من الثنائي الى السادس عشر. صلى على سيدنا النبي بقى. وزي ما قلت لك ان ده بارت 1 بارت 2 هتلاقيه على المنصه، فانت لازم تخش تسجل على المنصه، وهو لسه ما نزلش بالمناسبه، يعني هينزل. هينزل امتى؟ ان شاء الله باذن الله النهارده الجمعه، يا اما الجمعه الجايه يا اما قبله. لازم تكون متابعنا على قناه الواتساب عشان اول لما يتوفر حضرتك تشوفه على المنصه، ولازم تخش تمتحن كويز 3 نزل على المنصه. ويا رب تبقى متابعني من الاول. طب لو مش متابعني من الاول اتفرج على المحاضره الاولى والثانيه والثالثه، اتفرج، اوعى تراكم محاضره، اوعى تسقط محاضره. اللهم بلغت، اللهم بلغت يا رب. العمليات في النظام الثنائي. قبل ما اكلمك على العمليات في النظام الثنائي لازم افكرك بالنظام الثنائي. احنا خدنا الحصه اللي فاتت نظام اسمه النظام الثنائي، وقلنا ان النظام الثنائي ده بيتكون من الزيرو والواحد، بيتكون من الزيرو والايه؟ والواحد. بس كده؟ بس كده. مش جواه غير زيرو وواحد، مش جواه غير ايه؟ زيرو وواحد. يعني تاني هندسه، هو النظام الثنائي جواه ايه وايه؟ جواه زيرو جواه واحد بس، اسمه الباينري سيستم. حلو. تعالى ناخد مع بعض قاعده الجمع. احنا ممكن نقول 0 زائد 0، صح؟ صح. ممكن نقول 1 زائد 0، صح؟ صح يا هندسه. ممكن نقول 0 زائد 1، صح؟ صح يا هندسه فعلا والله. وممكن نقول 1 زائد 1. ما هم رقمين بيجيب لنا 4 احتمالات. حلو. تعالى نمسك اول حاجه. 0 زائد 0 بكام يوم؟ بزيرو عادي يا هندسه، صح. طب 1 زائد 0 بواحد يا هندسه، عادي. طيب ماشي. 0 زائد 1 بواحد يا هندسه، ما فيهاش مشكله. طيب 1 زائد 1 ب2 يا هندسه. غلط. انت نسيت ياض ولا ايه؟ قلت لك ان الباينري سيستم مش جواه غير الزيرو والواحد. ازاي تيجي تقول لي ان 1 زائد 1 ب2؟ 1 زائد 1 في العشري، في النظام العشري اللي هو نظام البني ادمين اللي بيتكون من الزيرو حتى التسعة، لما نيجي نقول في 1 زائد 1 هيبقى ب2. لكن هنا ينفع نقول ب2؟ لا، احنا هنقول 2 بالنظام الثنائي، وهفهمك وهخليك تعرف تحل وهتبقى 100 100 دلوقتي. اتقل عليا. في النظام الثنائي حول ال2 للعشري. انا عشان احول اعمل ايه؟
الحصة اللي فاتت قلنا عشان نحول بنكتب 4 أرقام، 1 2 4 8 1 2 4 8 عشان أحول من 10 للثنائي، صح؟ وقلت لك هات لي مجموع عدد الرقم اللي أنت عايز تحوله. قلت لي هندسة هو 2، قلت لك مش أنت اخترت الاتنين؟ كنا بنحط فوقها كام؟ 1. كنا بنحط فوقها كام؟ 1. اللي ما اخترناهوش نحط فوقيه 0، اللي ما اخترناهوش نحط فوقيه 0، اللي ما اخترناهوش نحط فوقيه 0. حلو قوي. طيب الزيرو على الشمال ليه لازمه؟ الزيرو على الشمال ملوش لازمه. يبقى اذا الاتنين بكام؟ بزيرو وواحد. ده بالنظام الثنائي. يعني انت عايز تفهمني ان 1 بلس 1 بزيرو وواحد؟ بس انا عايز اقول لك حاجه. 1 زائد 1 0، وبنقولها ازاي بقى؟ بص خليك بقى زي اخوك المراكبي. 1 زائد 1 0 ومعانا الواحد. 1 زائد 1 0 ومعانا 1. 1 زائد 1 0 ومعانا 1. يبقى تاني بقى قاعدة الجمع. 0 بلس 0 بكام؟ ب0. 1 زائد 0 بكام؟ ب1. 0 زائد 1 بكام؟ ب1. 1 زائد 1 0 ومعانا الواحد. وفهمنا ان 1 زائد 1 اصلا في العشر ب2، صح؟ لما تحولها للنظام الثنائي بتديك 0 و1 اللي هو الشكل ده. طيب لو انت عندك مشكله هنا، انا بالنسبه لي المهم ده. في عيال بقى بنت لعيبه بتحب تعرف يعني ايه 1 زائد 1 مش ب2. ياض هي ب2 في النظام العشري، لكن في الباينري لما تحول الاثنين بتتحول بيبقى شكلها عامل كده اهو، اللي هي 0 ومعانا الواحد. حلو، يلا ركز مع اخوك بقى. يبقى 1 زائد 1 0 ومعانا الواحد. الجمع مشكلته كله هنا اهو. هو السطر ده عدى معاك زي الفل. وخلي بالك عشان الاسئله اللي مستوياتها عليا في الامتحان الشامل هتيجي على المسائل دي، محتاجه تركيز، محتاجه فهم، محتاجه عيل لعيب. صلي على النبي. معلش انا اسف، مش هعمل لك امتحان شامل عليه لابتوب وهجيب لك فيه اسئله سهله، يعني انا اسف، انا اسف، فاهم؟ اكيد لا، يعني اكيد لا، فركز معايا. اول سؤال، بص احنا بنحل ازاي يا صاحبي. والله احنا بنمسك السؤال بنقراه من الشمال لليمين. اللي الشمال بنجيبه فوق، اللي على الشمال بنعمل ايه؟ بنجيبه فوق. زائد اللي على اليمين بنجيبه تحت. 1 0 0 1. ونبتدي بقى نقول القاعده بتاعتنا. يلا 1 زائد 1. انا سامع حد بيقول 0 ومعانا الواحد. يا سلام لو انت معانا من سنه اولى ثانوي تبقى عيل برنس وانت بتتكلم معانا. 1 زائد 1 0 ومعانا الواحد. 1 زائد 0 بواحد يا هندسه. 1 زائد 0 بواحد يا هندسه. نزل يا قلبي. 1 زائد 0 بواحد يا هندسه. 0 زائد 1 بواحد يا هندسه. هندسه اثبت لي. لا انا عايزك تثبت لي. يعني ايه؟ يعني اثبت لي ان الجمع بتاع الرقم ده صح. تعالى عشان اثبت لك يبقى لازم تشوف الرقم من غير تشفير. ايه من غير ايه؟ تشفير. ما انا نسيت اقول لك ان النظام الثنائي بيطلق عليه نظام التشفير. نظام الايه؟ التشفير. يعني ايه تشفير؟ يعني لو انا قلت لك الرقم ده في حياتنا العاديه بالعشري ايه، هتعرف ترد عليا؟ لا مش هتعرف ترد. لكن هتقول لي ايه؟ هتقول لي تعالى حوله هندسه. عشان نحوله من الحصه اللي فاتت لو ما شفتهاش لازم تروح تتفرج عليها. هنعمل ايه؟ نكتب 1 2 4 8. حلو، اللي معاها 1 معانا، اللي معاها 1 معانا. يبقى الرقم، انا بتكلم على الرقم الاحمر، لكن البرتقاني دوت بعد ما جمعنا، انا عايزه في الاصل، ماليش دعوه بعد ما بنجمع. حلو، 1 و4 كام؟ 5. طب ما تيجي نشوف الرقم ده. 1 2 4 8. اللي فوقيه 1 معانا، يبقى الواحد معانا. ومين تاني معانا؟ 8. 1 و8 كام؟ 9. حلو، تعالى نحول بقى بعد ما جمعنا. 1 2 4 8.
اللي معاه واحد معانا، اللي معاه واحد معانا، اللي معاه واحد معانا. 2 و8 10 يبقى ده 14. اجمع كده 5 و9. ايه ده؟ طلع 14. اثبتت لك؟ اثبتت لك يا معلم؟ اثبتت لك يا معلم؟ مبسوط؟ حلو. ركز بقى معايا. هندسه معلش انا في حاجات مش فاهمها وبتاع. يا ده وانا هحل سؤال؟ ما انا بحل 3 اهو معاك. ليه؟ علشان لو مش حالل تحل اكتر، ولو مش فاهم قوي تفهم اكتر. طب لو فاهم 100 100 تتاكد المعلومه. يلا بينا بقى. يبقى ده اول سؤال كده خلصناه. ماشي نمسحه. لو عايز تصور السبوره صوره. ده حل السؤال الاولاني. حلو. تعالى نحل السؤال التاني تحت عشان في ناس بتحب تصور السبوره. يلا. اللي على الشمال بجيبه فوق واللي على اليمين بجيبه تحت. ايه هندسه فوق وتحت ده؟ هتفهم دلوقتي. اللي على الشمال بجيبه فوق. 1 1 0 1. يلا 1 1 0 0. يلا بينا. يلا قول معايا. 1 زائد 1 0 معانا الواحد. دول 3 ارقام، خانه فيها 3 ارقام. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا واخد على اللي فيها رقمين، امسك الاستيكه. اعمل ايه؟ امسك الاستيكه واخدهم رقمين رقمين عشان متعود اجمع رقمين رقمين. 1 زائد 1 1 زائد 1 0 معانا الواحد. يبقى نمسحهم كده اهو ونكتب 0 ومعانا الواحد. حطينا رقم؟ لا لسه. بقى ده اهي رقمين 0 و1. 0 زائد 1 1. خانه فيها 3 ارقام. اعمل ايه؟ امسك الاستيكه. 1 زائد 0 1. 1 زائد 0 1. 1 زائد 0 1. الحمد لله. حلو حلو. طب انا بقى ايه يا هندسه؟ انا عايزك تعيدها لي تاني بالراحه. حاضر. عشان اخر سؤال ده انت هتحله لوحدك. اللي على الشمال بص الخطوات اهو. 1. اللي على الشمال اجيبه فوق. 2 اجمع عادي. 3 خانه فيها 3 ارقام. امسك الاستيك. امسك الايه؟ الاستيك. يلا بينا صلي على النبي. اللي على الشمال اجيبه فوق اللي هو 1 1 0 1. 1 1 0 0. يلا بينا. 1 زائد 1 0 ومعانا الواحد. هندسه خانه فيها 3 ارقام. اعمل ايه بقى يابا؟ امسك الاستيكه. دي مسكت الاستيكه واخدهم رقمين رقمين. 1 زائد 1 امسحهم واحط مكانهم ايه؟ 0 ومعانا الواحد. 0 ومعانا الواحد جنبه. حلو. 0 زائد 1 1. خانه فيها 3 ارقام. اعمل ايه؟ امسك الاستيكه. اعمل ايه؟ امسك الاستيكه. مسكت الاستيكه. 1 زائد 0 بواحد. 1 زائد 0 بواحد. 1 زائد 0 بواحد. يبقى هو ده الرقم. ماشي. يلا صور السبوره عشان همسح الاجابات دول واحل اخر واحده. صورت الحمد لله. خدت سكرين شوت. يلا بينا بقى. صلى على سيدنا النبي. وقف الفيديو وحل السؤال ده لوحدك بدون ما انا اتدخل. وقف الفيديو شوف انت حليته معايا صح ولا غلط. حلو الكلام؟ حلو. يلا انا هعتبرك دلوقتي وقفت الفيديو وداخل تشتغل معايا. اول حاجه اللي على الشمال بجيبه فوق واللي على اليمين بجيبه تحت. يلا بينا. اللي على الشمال بجيبه فوق 1 0 1 0 زائد. واللي على اليمين بجيبه تحت. يلا بينا. نجيب لون تاني. يلا. 1 زائد 1 0 معانا الواحد. حلو قوي. يلا. خانه فيها 3 ارقام. اعمل ايه؟ امسك الاستيك. اعمل ايه؟ امسك الاستيك. 1 زائد 0 بواحد. 1 زائد 0 بواحد. 1 زائد 0 بواحد. 0 زائد 1 بواحد. حلو الكلام؟ حلو الكلام؟ حلو الكلام. كده خلصنا
الجمع. يلا بينا نخش على الطرح، ويلا بينا بقى نخش على قاعدة الطرح جوه النظام الايه؟ الثنائي اللي هو جواه 0 1. ينفع ياض اطرح رقمين يديني حاجة غير الزيرو والواحد؟ وربنا ابدا. صلى على سيدنا النبي. قاعدة الطرح، احنا الاحتمالات بتاعتنا ممكن يبقى 0 ناقص 0 هيدينا 0 عادي. ممكن 1 ناقص 0 هيدينا 1. ممكن يبقى 1 ناقص 1 يدينا 0. بص بقى الاحتمال ده 0 ناقص 1 هيدينا ايه؟ واحد يقول لي سالب 1. سالب 1 ازاي؟ النظام اصلا ما فيهوش غير رقمين 0 و1، يبقى ازاي سالب 1؟ انسى بقى السالب ده مش معانا. تعالى كده وانت في اولى ابتدائي والميس بتاعت الحساب بتقول لك ولا لو انت راجل اطرح لي الرقمين دول من بعض. مثلا لو انت راجل فبتقول لها ميس 2 ناقص 4 صغير ناقص الكبير مش هينفع، فكانت بتقول لك ايه؟ يبقى ياض استلف من اللي جنبه. هو اللي جنبه كام؟ 3، استلف منه 1. ال3 بقى كام؟ بقى ب2. هو الواحد كان بيروح بكام؟ في عيال كانت مبصمجاها، كانت تقول لك الواحد يا مستر بنوقفه جنب الاثنين فبيبقى 12. يعني الواحد راح بكام؟ راح ب10 صح؟ فبتقول بقى 12 ناقص 4 وبتكمل حل عادي. صح. يبقى اللي انا عايزه من هنا الاستلاف او الاقتراض. زمان لما كنا بنستلف الواحد كان بيروح ب10، ده كان في العدد العشري. بص الحته دي بقى، الواحد انا محتاج هنا استلف. الزيرو ده ما ينفعش اطرح منه 1 فمحتاج استلف، فهستلف 1 في الثنائي. تفتكر هيروح بكام؟ ب2. هندسه تتهزر معايا؟ الثنائي اصلا ما فيهوش غير 0 و1. ايوه البيز بتاعه كام؟ الاساس بتاعه كام؟ 2. العشري الاساس بتاعه كام؟ 10 صح؟ حلو، يبقى هيروح ب2. الكلام ده في الناتج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي واحنا بنحل هتفهم اكتر. دلوقتي الزيرو لما استلف 1 يبقى 1 ناقص 1 بكام؟ الناتج هيبقى 1 صح؟ والاستلاف كام؟ 1. حلو قوي. تعالى بقى نحل وافهمك الكلام دوت واحنا بنحل باسلوب احسن. صلي على النبي. تعالى نمسك اول سؤال. نفس الطريقه بتاعت الجمع، اللي على الشمال هجيبه فوق واللي على اليمين هجيبه تحت. يلا بينا. اللي على الشمال هجيبه فوق 0 1 0 1 ناقص 0 1 1 0. صح كده؟ صح. عادي خالص. رقمين 0 ناقص 0 ب0. هندسه ما فيهاش مشكله. حلو، تعال نجيب دول تاني. ب0. 1 ناقص 1 ب0. طب 0 ناقص 1 تبرق وتفهم كده وتصحى. هو 0 ناقص 1 ينفع؟ ترد على نفسك تقول لا. ليه؟ عشان ما ينفعش اطرح هندسه حاجه صغيره من حاجه كبيره. يبقى 0 ناقص 1 ينفع؟ لا. نعمل ايه؟ نستلف. نروح على الواحد اللي جنبه نخبط عليه. انت معاك 1 صح؟ هاته، انا عايزه منك. الواحد بقى كام؟ بقى 0. الواحد بيروح بكام؟ ب2. فالزيرو ده بقى كام؟ بقى 2. يبقى الواحد راح بكام؟ ب2. الواحد راح بكام؟ ب2. خليك معايا لحد الاخر. الواحد راح بكام؟ ب2. قول لنفسك 2 ناقص 1 كام؟ 1. الزيرو ناقص 0 بكام؟ ب0. مش مقتنع؟ انا عايز اقتنع. تعالى وانا اقنعك. احنا عايزين الاساس بتاعت الارقام ديت اللي هي بالاحمر اللي هو 0 1 0 1 و0 1 1 0. طلعوا لنا كام؟ طلعوا لنا الرقم ده. تعال نحول الارقام ديت للعشري ونشوف لما نطرحهم من بعض هيدونا ده ولا لا. تعال نشوف. هو احنا عشان نحول العشري بنكتب كام؟ 4 ارقام. يلا قولهم معايا. 1 2 4 8. حلو قوي. اللي معاه 1 معانا
اللي معاه 1 معانا، يبقى الرقم اللي فوق دوت 2 و8 كام؟ 10. يلا نحول ده 1 2 4 8. اللي معاه 1 معانا، اللي معاه 0 مش معانا. مين هنا معانا؟ ال2 وال4. 2 و4 كام يوم؟ 6. المفروض 10 ناقص 6 بكام؟ ب4. يعني الرقم ده لو طلع 4 لما احوله لعشري يبقى انا ماشي صح. صح الكلام؟ صح. تعال نحوله. 1 2 4 8. اللي معاه 1 معانا اللي هي ال4، والباقي مش معانا. يبقى الرقم ده بكام؟ ب4. يبقى لما اقول 10 ناقص 6 بكام؟ ب4. ايه رايك في الطريقه دي؟ انا مش عارف انت في سنه اولى اتشرحت لك ازاي او شفتها ازاي، بس المهم ان انت تكون فهمتها مننا دلوقتي ان شاء الله. حلو حلو. ولو ما فهمتهاش في سؤالين تانيين. يلا، ايه اللي على الشمال اجيبه فوق واللي على اليمين اجيبه تحت؟ يلا. 1 0 1 0. يلا بينا نجيب لون تاني. 1 ناقص 1 ب0 هندسه. حلو. 1 ناقص 0 ب1 يا هندسه. 0 ناقص 1 ينفع؟ لا. 0 ناقص 1 ينفع؟ لا. اعمل ايه؟ استلف. الزيرو ده بقى بكام؟ استلفته بقى 1. الواحد راح بكام؟ ب2. 2 ناقص 1 بكام؟ ب1. الزيرو ناقص 0 ب0. خلصت. اخر مساله. وقف الفيديو وحلها وقول لنفسك كده، ايه اللي على الشمال اجيبه فوق واللي على اليمين اجيبه تحت؟ لو لخبطت ما بينهم المساله مش هتتحل معاك. ايه اللي على الشمال اجيبه فوق واللي على اليمين اجيبه تحت؟ ليه؟ عشان الشمال لازم يبقى اكبر من اللي على اليمين. يبقى هقول ده ناقص ده. فاهم؟ يبقى لازم اللي فوق يبقى اكبر. طب اللي فوق فين هنا الاكبر؟ اللي على الشمال دايما هو الكبير. حلو. في الطرح فانت سيستمها في الجمع مش هيفرق اليمين من الشمال، وفي الطرح يفرق. لازم اللي على الشمال هي اللي فوق. فاهم؟ فانت دايما سيستمها اللي على الشمال هو اللي فوق، اللي على الشمال هو اللي ايه؟ فوق. صلي على سيدنا النبي. تعالى نكتبهم. يلا. 1 0 1 1 ناقص 0 1 0 1. يلا بينا. 1 ناقص 0 ب1. 0 ناقص 1 ينفع؟ لا. 0 ناقص 1 ينفع؟ لا. 0 ناقص 1 ينفع؟ لا. ايوه كده. يلا بينا. يبقى 0 ناقص 1 ما ينفعش. يبقى يعمل ايه؟ استلف الواحد. استلفته بقى كام؟ بقى 0. الواحد السلف راح بكام؟ راح ب2. راح بكام؟ راح ب2. 2 ناقص 1 1. 0 ناقص 0 0. 1 ناقص 1 ب0. يبقى احنا كده خلصنا. ويا رب تكون وقفت الفيديو وحليتها صح، ولو حليتها صح انزل اكتب لي في الكومنتات انك كتبتها صح وعملتها صح وفرحني كده. ولو فاهم مننا حاجه ادعي لنا دعوتين. احنا دلوقتي داخلين على اخر جزء في المنهج وهو النظام السادس عشر. بصراحه انا الحصه اللي فاتت اديتك نبذه بسيطه عنه، وفي بعض الطلبه منكم سالونا عليه، قلنا اللي احنا هنتعمق فيه في الحصه دي. بمعنى ان النهارده هنتكلم عن النظام السادس عشر والتحويلات من السادس عشر للثنائي ومن الثنائي للسادس عشر. فتعالى بقى نتعرف على النظام السادس عشر. قال لك النظام السادس عشر ده جواه 16 حاجه، من الزيرو لحد التسعه ارقام قصدي. من الزيرو للتسعه ارقام عادي. يعني ايه؟ يعني جواه 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 لحد التسعة. كل دول بيظهروا أرقام عادي. بس من ال10 لل15 حروف. يعني إيه؟ يعني 10 11 12 13 14 15 دول كلهم بيظهروا حروف. إزاي؟ ال10 اسمه A، ال11 اسمه B، ال12 اسمه C، ال13 اسمه D، ال14 اسمه E. عفوا نكتبها صح. ال15 اسمه F. يعني لما انا اجي اتكلم على 15 المفروض اكتب ايه؟ F. لما اجي اتكلم على 14 المفروض اكتب ايه؟ E.
لما اجي اتكلم عن 13 المفروض اكتب ايه؟ تي. هندسه انا مش فاهم، معلش عشان خاطري فهمني بالراحه. تعال نعمل مقارنه في النظام العشري والنظام ال16 ببساطه وبالراحه قوي. 10 اكتب 10 كده في النظام العشري، اكتب 11 كده في النظام العشري، اكتب كده اخويا هندسه. طيب بص بقى الحته دي، لو عرفت ترد عليا يبقى انت لعيب. اكتب 10 في النظام السادس عشر، ترجع تبص في الجدول. ال10 في النظام السادس عشر بايه؟ يبقى ال10 بايه يا هندسه؟ لو انت راجل اكتب لي 11 في النظام ال16. دي هندسه سهله. طب ما انت فهمت اهو، ده هنستفاد منه ايه؟ في السبوره الجايه هتعرف. صلي على سيدنا النبي. اول حاجه هناخدها هو التحويل من النظام الثنائي الى النظام السادس عشر. احنا لينا خطوات بنمشي عليها في اي تحويله في الدرس بتاع ال16 دوت من سنه اولى، كنت بشرحها بطريقه حلوه قوي، فبعض منكم لو كان بيحضر معايا كان بيحبها جدا. حلو كده. طيب لو انتوا ما حضرتوش معايا اديك هتحضرها معايا دلوقتي اهو، ركز بقى معايا. خطوات الحل، اول حاجه افصل ايه يا هندسه؟ هتفهم. يبقى اول حاجه هعمل ايه؟ هفصل. اول حاجه هعمل ايه؟ هفصل. تاني حاجه احول للعشر، يبقى اول تحويله للعشر. تاني حاجه احول لل16. تاني تحويله اللي عايزها، يبقى افصل اول تحويله للعشر، اول تحويله للعشر. تاني تحويله اللي عايزها، هو هنا عايز ايه؟ ال16. طيب تعالى نفصل. دول 8 بت، 8 ارقام، بفصل كل 4 لوحدهم. هجيبهم هنا، ودول 4 هجيبهم هنا. يلا بينا افصل كده. انا عملت اول خطوه. تاني خطوه حول للعشري. تاني خطوه ايه؟ حول للعشري. هو انا عشان احول للعشري في الثنائي بعمل ايه؟ بكتب 4 ارقام. بص تعال بقى اكتبها لك هنا. للعشري بنكتب 4 ارقام وهما 1 2 4 8 1 2 4 8. يلا بينا 1 2 4 8. المفروض انت اشطر مني فيها دلوقتي. يلا. اللي معاها 0 مش معانا، اللي معاها 1 معانا، اللي معاها 0 مش معانا، اللي معاها 1 معانا، واللي معانا بنجمعه، واللي معانا بنجمعه. 2 و8 كام يا 10؟ كده انت حولت للايه؟ للعشر. تعالى هنا نحول للعشري. قول انت ايه الاربع ارقام؟ 1 2 4 8. اللي معاه 1 معانا، اللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 1 معانا. 1 8 كام يوم؟ 9. وبعدين يا هندسه بعمل ايه بقى؟ فهمني. احنا حولنا للعشر، بعد كده هو عايزنا نحول لل16. نحول لل16 ازاي يا هندسه؟ من الجدول ده. هو انا قلت لك لو رقم من 0 ل 9 بيكتب ايه؟ ارقام. طب لو من 10 ل 15 بيكتب ايه؟ حروف. التسعة من 0 ل 9 ولا من 10 ل 15؟ من 0 ل 9 يبقى تكتب ايه؟ ارقام يا هندسه، يبقى هتتكتب 9. ال10 من 0 ل 9 تتكتب ارقام ولا من 10 ل 15 فتتكتب حروف؟ لا يا هندسه، ده من ال10 لل 15 فتتكتب حروف. حلو. شوف لي حرف ال10 ايه؟ حرف ال10 ايه؟ حلو. يبقى 10 حولها لل16 هتبقى ايه؟ 9 حوالي ال16 هتبقى 9. ليه؟ عشان هي من 0 ل 9 فبتتكتب ارقام، لكن ال10 من 10 ل 15 فبتتكتب حروف. فيبقى التحويله والناتج بتاعنا 9 ايه؟ ودي الاجابه النهائيه. صلي على سيدنا النبي وعشان نخش على حاجه جديده. واخر حاجه معانا النهارده التحويل من السادس عشر للثنائي، اللي هو من السادس عشر اللي هو شكله عامل كده اهو للثنائي اللي هو 0 و1. تعالى بقى خطوات الحل. والله هي خطوات الحل يا اخويا، انا ما بحبش اغير خطوات حلي
فهي درس علشان الطالب ما يتلخبطش. هي افصل، ركز معايا يا اخوي، يلا قول ورايا. افصل اول تحويله للعشري، اول تحويله للعشري، تاني تحويله اللي عايزها، تاني تحويله اللي عايزها. يلا خلصنا الخطوات، حليت المساله، يلا افصل. ازاي افصل؟ المره اللي فاتت او المساله اللي فاتت كانت 8 ارقام، دي الرقمين، يبقى تعالى نفصل كل رقم لوحده، الاي والثمانية، كده فصلت. اول تحويله للعشري، للعشري ازاي؟ من السادس عشر للعشري بالجدول. ازاي؟ 8 عايز تحولها للعشر، تطلع فوق في الجدول تقول من الزيرو للتسعة بيتكتب ارقام، يبقى من الزيرو للتسعة بتتكتب ارقام زي ما هي، يبقى الثمانية زي ما هي 8، يبقى كده اتحولت اهو. الاي في الجدول A B C D E، E بكام؟ ب 14. تعالى اكتب لك الجدول تاني. بص يا صاحبي، الجدول بتاع النظام السادس عشر 10 من الزيرو للتسعة مفيش خلاف عليها، بس من العشر، من العشرة لل 15 هو ده اللي انت هتتلخبط فيهم. 10 11 12 13 14 و15. ابتدي A لحد الاف، يلا قول بقى معايا. A B C D E F. A ب 10، B ب 11، C ب 12، D ب 13، E ب 14، F ب 15. هو عايز هنا ايه؟ E اللي هي بكام؟ 14. اكتب يا باشا 14. ايه اللي عايزها؟ هو عايز يحول النظام الايه؟ الثنائي. من العشر للثنائي بكتب 4 ارقام، من العشر للثنائي بكتب 4 ارقام، قولهم بقى. ها، 1 2 4 8، يا رب تكون فاكر. 1 2 4 8، يلا بينا. 1 2 4 8، يلا بينا. كام يدينا 14؟ كام يدينا 14؟ 8 و4 12 و2 14، يبقى 8 و4 و2 والواحد مش معانا. كده حولنا اول رقم. 8 كام يدينا 8؟ ال8 هندسه، يبقى انت اخترت ال8 حط تحتها 1 والباقي حط تحته 0. حلو كده انت خلصت. الزمهم في بعض، 1 0 0 0 1 1 1 0. كده انت حولت الرقم للثنائي. تعال نحل مسألتين كمان. دي يا معلم في المسألة بالنظام ال 16 قال لك لو انت راجل حولها لي لثنائي. لو انت راجل طيب تعال نفتكر مع بعض خطوات الحل. اول خطوه افصل، اول خطوه ايه؟ افصل. ثاني خطوه اول تحويله للعشري، ثاني تحويله اللي عايزها. يلا بينا ننفذ الثلاث خطوات. اول خطوه افصل، اسهل خطوه دي بي 3، يبقى الثلاثه في ناحيه والبي في ناحيه. اول تحويله للعشري، البي في 16 في العشر بكام؟ الجدول اهو. الاي ب 10، البي بكام؟ ب 11، يبقى البي بكام؟ ب 11، اكتب 11. والثلاثه في العشري بكام؟ ب3 هندسه، ما انت قلت لي في النظام السادس عشر من 0 ل 9 بتكتب ارقام ما بتكتبش حروف. حلو، يبقى من 0 ل 9 الثلاثه جوه ال 0 وال 9 فعلا، فتتكتب ارقام فهتنزل زي ما هي 3. حلو. عشان نحول من العشري للثنائي بكتب كام رقم؟ 4 ارقام. بكتب كام رقم؟ 4 ارقام. ده اللي بيفك الشفره او ده اللي بيعمل الشفره. 1 2 4 8، 1 2 4 8. هنا سهل. كام يديني 3؟ 1 و2 يا هندسه، يبقى 1 و2 اختارهم حط تحتهم 1 والباقي ما اخترتوش تحط تحته 0. ال11 كام يدينا 11؟ 8 و2 كام؟ 10، 10 و1 كام؟ 11، يبقى انا اخترت كام؟ 8 و2 و1. الاربعه اخترتها؟ لا، اسيبها فاضيه ولا احط 0؟ احط 0. حلو، نلزقهم في بعض، يبقى 1 0 1 1 0 0 1 1. تصدقوا بالله انا كنت ببص على الكاميرا كده بشوفها بتصور ولا لا، اتخضيت خضه كنت هموت لو ما كانتش بتصور.
قولوا الحمد لله في الكومنتات. بحبكم في الله. تعالوا بقى اخر مسألة نحولها، حول من الثنائي الى ال16 عشان نأكد عليها كمان مع انها اسهل والله. تعالى 0 1 1 0 1 1 1 0. اتفقنا؟ اهو ده رقم 8 ارقام. تعالى نكتب الخطوات. اول حاجة ايه؟ افصل. انا بكتب الخطوات دي علشان بس تثبت هنا، والاسئله الصعبه في الامتحان الشامل هتيجي على الكلام ده. اسئله محتاجه سرعه. طبعا لو غلطت في خطوه المساله غلط فالحمد لله، فاهم؟ ففي واحد ايه هيسقط من المسابقه، فاهم؟ بعد الشر من السقوط يعني. بس المهم يعني ايه، لازم يكون فيها تركيز عالي وسرعه. ما انا هعمل لك امتحان شامل على ايه؟ ده غير بقى البارت 2 بتاع المحاضره الرابعه اللي هتتفرج عليها على المنصه، اللي هو مهم جدا، اللي هو انا هنقي لك حاجات صعبه موت. ليه؟ عشان الامتحان يبقى فيه مستوى عالي. ما هو عشان ياخد معاك وقت، عشان اللي هينجح فيه واللي هيكسب فيه ده يبقى طالب مميز. ده احنا هنديله اللابتوب وهنتابعه طول السنه معانا باذن الله يعني هنتابعه طول السنه. ليه؟ عشان لما يخلص هنشوفه جاب كام في البرمجه. انا عايزه يطلع اول جمهوريه. ما هو مش هياخد مني لابتوب وما يقعدش يذاكر. لا 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 لا، ده انا هكلمه بنفسي. ده انا بنفسي هتابعه كل اسبوع. شفت المحاضره؟ عملت الواجب؟ اكلت النهارده يا حبيبي؟ ده ههتم بيه اكتر من ابوه وامه. فاهم؟ طبعا ههتم بيكم كلكم، انتوا كلكم اخواتي، بس ده انا هياخد مني لابتوب، فاهم؟ فانت مش هحله يعني، مش هحله. ركز معايا، افصل. اول تحويله للعشر، تاني تحويله اللي عايزها. صلي على النبي صلي. حول من ثنائي ل16. اول حاجه هفصل، ناخد 4 ارقام 0 1 1 0، والتاني 4 ارقام 1 1 1 0. يلا عشان نحول العشر بنعمل ايه يا هندسه؟ قول لي. كنا بنكتب الاربع ارقام 1 2 4 8، واللي معاها 0 مش معانا، اللي معاها 0 مش معانا، الاثنين معاها 1 تبقى معانا، يبقى 2 والاربعه معانا. اللي معانا بنعمل فيه ايه؟ بنجمعه. 2 و4 كام؟ 6. هنا 1 2 4 8، اللي معاه 0 مش معانا، واللي معاه 1 معانا. الواحد معاه والاثنين معاه والاربعه معاه، يبقى كلهم معانا. نعمل فيهم ايه؟ نجمعهم. 1 2 كام؟ 3. 3 و4 7. واحد بقى يقول لي ايه؟ هندسه نحول ل16. حول يا حبيبي ل16 اهو. يلا امسك الستة. من ال0 لل9 بتتكتب ارقام. ما هو من ال0 لل9 بتتكتب ارقام، صح؟ ومن ال10 لل15 بتتكتب حروف. طب يلا من ال0 لل9 بتتكتب ارقام، لا 6 هتتكتب ارقام 6 عادي. طب وال7 من ال0 لل9 ما هي جواها، جوه في الزون دي، فهتتكتب ارقام. بس كده اهو، حطهم في اقواس وان ده النظام السادس عشر. كده احنا خلصنا المساله. صلى على سيدنا النبي. وها هنا قد انتهينا من الجزء الاول من المحاضره الرابعه في الكورس التاسيسي لماده البرمجه والذكاء الاصطناعي. صلى على سيدنا النبي بقى. المفروض هنعمل ايه؟ المفروض اول حاجه حضرتك هتلخص السبورات بتاعت المحاضره. حلو، ده واجبك. تاني حاجه حل جميع مسائل المحاضره لوحدك، يعني كل مساله حلتها تجيبها توقف تكتبها في كشكول وتحلها. رقم 3 حل كويز 3 على المنصه، يعني تخش على المنصه وتمتحن الكويز بتاع المحاضره. رابع حاجه مشاهده المحاضره الرابعه الجزء الثاني اللي هيبقى على المنصه فقط وفري على فكره، يعني في الكورس المجاني. وعلى فكره الاشتراكات بتاعت الكورسات بتاعتنا لو دخلت هتلاقيها ممكن تكون فتحت. عايز تشترك براحتك، مش عايز تشترك استنى فيديو التفاصيل عشان اقول لك مميزات الاشتراكات معانا هتبقى عامله ازاي. حلو حلو، عشان اكيد مش هقول لك ادفع من غير ما اقول لك انا هقدم لك ايه، صح ولا كلامي غلط؟ لازم اقول لك انا هقدم لك ايه، وبعد كده تشوف بقى حابب تشترك معانا والله وتبقى من اخواتنا تمام، مش حابب برضو براحتك، بس يا رب تكون بتفهم مننا حاجه. الحمد لله. طيب انا هعمل مسابقه
المسابقة دي لأحلى تلخيص سبورة هينزل على جروب الفيسبوك. هتنزل يا باشا الملخص بتاعك، هاجي انا اخر الاسبوع اشوف احلى ملخص نزل وجاب اعلى ريتش، يبقى احلى ملخص واعلى ريتش، وهيكسب مني جايزه ماليه على الانستا باي. اقول لك يا باشا ابعت لي رقم انستا باي، ابعت لك جايزه ماليه كده، ايه حاجه كده تشجيعا مننا ليكوا يعني. حلو. صلي على سيدنا النبي بقى. وقبل ما تخرج من المحاضره عايزك تدعي لنا دعوه حلوه، وتنزل تكتب لنا كومنت حلو لو انت على قناه اليوتيوب، ولو مش مسجل على المنصه لازم تخش تسجل على المنصه. بحبكم في الله، اخوكم كمال المراكبي. سلام.